شكرا جزيلا السيد الوزير ناصر بوريطة على كلماتك الطيبة، وكما أود أن أشكركم على طيب الدعوة وعلى حسن الترتيبات والحفاوة التي لقيناها. لا يسعني إلا أن أتفق معكم سيدي الوزير بخصوص كلماتكم حول العلاقات الطيبة فيما بيننا التي تجري بين بلدينا. أنا أتشرف بأن أكون أول وزير خارجية يزور عاصمة الرباط، وهذه أول زيارة لي في الواقع أيضا، والزيارة تندرج في إطار تعزيز العلاقات الثنائية واستقصاء طرق وسبل المضي قدما بهذه العلاقات في مجالات عديدة: الاقتصاد، من الاقتصاد والاستثمار والسياحة أيضا، والتربية والتعليم. وأشكركم على رفع مستوى المنح والثقافة أيضا، العلاقات بين الشعبين، وأيضا العلاقات التعاونية البرلمانية، وهذه كلها ضمن مجالات عديدة للتعاون اتفقنا على الانكباب عليها. اتفقنا على خارطة طريق للمضي قدما بهذه العلاقات والارتقاء بها، كما أيضا اتفقنا للمضي قدما باستكمال عدد من الوثائق التي سيتم التوقيع عليها قريبا، خصوصا أثناء الزيارة القادمة لرئيس وزراء الذي قبل دعوتكم لزيارة المغرب، وكلاهما مهمان لعلاقاتنا التجارية لحماية الارتقاء وحماية الاستثمارات والاتفاق حول منع ازدواجية التضريب بين البلدين. وحيث أن زيارتي تتطابق مع رمضان، أود أن أتمنى كل التمنيات لكم والتبريك بشهر رمضان. كمبوديا تعزز وتشيد بهذا الشهر المبارك، وأشيد بتعاوننا، حيث في السنة الماضية أنا والسيد بوريطة كانت لدينا مناقشات مثمرة ومحادثات مثمرة، وكان هناك مسؤولون كبار أقاموا أيضا وأجروا مشاورات سياسية. سعادة رشيد الطالبي العالمي رئيس مجلس النواب حضر أيضا اللجنة 43 للبرلمانات، وأدلى بتصريحات جيدة، حيث أنه قال بأن كمبوديا هي ممثلة المغرب في جنوب شرق آسيا، وأيضا المغرب ممثل لكمبوديا في أفريقيا، وهذا ما أعدتم تجديد عليه أيضا سيدي الوزير. إذن فالتفاعل هي تؤشر على علاقات قوية والاحترام المشترك والتنسيق والتضامن فيما بين بلدينا، كما يؤشر على الدور المهم الذي نحظى به في منطقتنا. وفي هذا الصدد نحن نشيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار والرفاه الذي يحظى به المغرب تحت رعاية صاحب الجلالة محمد السادس. وقلت للسيد الوزير بوريطة بأن ما شهدناه في المغرب هو أن المغرب
مع فتح يلعب دورا طليعيا في المنطقة سياسيا من خلال النهوض بالتعاون جنوب وأيضا اقتصاديا من خلال الاستثمار في الدول الإفريقية، وأيضا من حيث الأمن فهو يساعد من أجل استتباب الأمن والاستقرار في ليبيا وفي مالي. وبلدانا يتقاسمان العديد من النقط المشتركة، فكلا المملكتين بوركتا بإرث ثقافي ثري ومخزون قوي. وقد أخذت مثالا عن القصبة، مسجد القصبة في مراكش الذي بني في نفس الفترة التي بنيت لدينا معبد كوا، وهو أكبر بنية أو أكبر تشييد في العالم. إذن ولدينا آفاق مشتركة حول الكثير من القضايا الدولية، فنحن ملتزمان بالأمن العام والدولي والتعاون المشترك، وأيضا تقديم الدعم المشترك في العديد من المنظمات والمحافل الدولية. وفي هذا الصدد كمبوديا تشكر المغرب على دعمها لتطوع أو لترشح كمبوديا لبناء علاقات طيبة مع OIC أو منظمة الأمن، والتي هي تحدها رغبة من أجل دعم كل مساعي في هذا البلد وفي هذا المجال. أيضا تناولنا قضية الصحراء وعبرنا عن دور كمبوديا لدعم كل المجهودات والمساعي التي يقوم بها السيد الكاتب العام والأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص. وكمبوديا تثمن بشكل كبير مجهودات المغرب الواقعية وذات موثوقية لإيجاد حل للصحراء الغربية من خلال التفاوض، ونحن نجدد على دعم المغرب من أجل دعم ترشحه للحوار في الآسيان. كما ندعم أيضا ترشح المغرب كعضو لمجلس الأمن للأمم المتحدة برسم 2027-2029. لا يسعني أن هي كلمتي دون أن أقول ما يلي. أنا أحب كرة القدم إسوة بملايين الناس في العالم، وأنا كصديق أود أن أنكم على وصول المغرب إلى نصف النهائيات. أنتم أول فريق يصل إلى هذا المستوى من المنافسة. تصبحون سويا من أجل زيارة الوزير الأول لدينا إلى المغرب. شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو، ديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.